يلا بينا نعمل مع بعض شكل تاني من أشكال الوردة. وده بقى من الأشكال اللي أنا بحبها جدا جدا، لأن بجانب إن هي سهلة والغرز بتاعتها بسيطة، إلا إن شكلها النهائي خطير، تحس إن هي قطعة فنية. يلا بينا على طول نبدأ. أول حاجة هنعمل الدايرة السحرية. وزي ما اتفقنا هنرتفع 3 سلاسل، ودول بنعتبرهم أول غرزة معانا. هنشتغل جوه الدايرة السحرية غرز عمود عادية جدا اللي هي بلفة واحدة. ناخد لفة على الإبرة وندخل جوه الدايرة، وبعدين نطلع من لفتين، وبعدين نطلع من لفتين، وهكذا. وهنعمل كذا غرزة عمود. عايزين كام غرزة؟ عايزين يبقى معانا 16 غرزة عمود في النهاية. يلا بينا هعملهم بسرعة وارجع لكم. وهي دي اخر غرزة معايا اللي هي الغرزة ال16. هنشد الخيط القصير اللي هو بتاع الدايرة السحرية عشان نقفلها على الاخر. وطبعا الخيط ده انا كنت قصاه يعني قبل كده، انما انتوا الخيط هيبقى معاكم، مش هنقصه الا بعد لما نقفل في الاخر. بنقفل ازاي؟ بنقفل في اول سلسلة من اول 3 سلاسل انا عملتهم. اول سلسلة هقفل بيها غرزة منزلقة، هيبقى معايا بالشكل ده. وبعدين هعمل سلسلة واشد الخيط. وقت لما بشد الخيط هنا بقص، يعني بعد لما بعمل السلسلة بقص الخيط وبشده. يلا بينا هندخل اللون التاني، اي لون تاني احنا عايزينه. هنعمل في الاول عقدة بداية. ليه هعمل عقدة بداية؟ دي طريقة تانية علشان اخلي الخيط ما يطلعش، يعني اخلي اول 3 سلاسل هعملهم ما يفكوش بعد كده. انا كنت وريتكم تقريبا في الفيديو اللي فات بتاع فيديو الوردة التاني، في طريقة تانية للقفل ودي طريقة مختلفة، الاتنين كويسين يعني. هنعمل 3 سلاسل زي ما انا عملت كده، وبعدين هاخد لفة معايا من الخيط وادخل من نفس المكان بتاع ال3 سلاسل واشد الخيط كده لفوق، وبعدين اخد لفة كمان وادخل من نفس المكان اللي انا عملت منه ال3 سلاسل واشد الخيط لفوق. وهكرر الموضوع ده 3 مرات. المطلوب في النهاية ان انا يكون معايا 7 لفات على الابرة بالشكل ده. هشد الخيط او هاخد لفة واطلع من ال7 مرة واحدة اهو، وبعدين هعمل سلسلة عشان اتأكد ان هما ايه يعني ممسوكين مع بعض كده. وهكرر نفس العملية في السلسلة اللي جنبها. باخد لفة على الخيط اهو، نوسعها كده عشان تبقى باينة، لان هما هيكونوا راكبين على بعض شوية، بس ده عشان الوردة تبقى فروعها كده جنب بعضها. اهي السلسلة التانية هي دي. باخد لفة على الابرة وبعدين بدخل من السلسلة التانية واشدها لفوق، وبعدين اخد لفة تانية وبعدين اشدها لفوق بالارتفاع بتاع ال3 سلاسل اللي انا عملتهم في الاول، يعني لا اكتر ولا اقل. وبعدين اطلع من ال7 مرة واحدة، وبعدين اعمل سلسلة في الاخر. ليه بعمل غرزة السلسلة دي؟ عشان اتأكد ان هم مقفولين كويس مع بعض وانها مش هتفك تاني. هكرر نفس العملية مع كل سلسلة من ال16 غرزة اللي انا عملتهم، او مع كل حرف في، يعني كل حرف في بدخل فيه وبعمل فيه الايه ال3 خطوات دول، اللي هو ان انا اخد لفة على الخيط وبعد كده ادخل بيها جوه واخد لفة تانية واطلع اخد لفة، وهكذا زي ما انا وريتكم في الفيديو. يلا نشوفها مرة تانية مع بعض. هناخد لفة على الخيط كده شكلها بقى واضح اعتقد قوي. هناخد لفة على الخيط وبعدين ندخل من تحت الحرف الفي وبعدين نشدها لفوق، بعدين ناخد لفة تانية وندخل من تحت حرف الفي ونشدها لفوق بارتفاع كده ايه، بارتفاع ال3 سلاسل الاولانيين، وبعدين اشدها لفوق كده. انا عملتها 3 مرات. اتاكد ان يبقى معايا 7 لفات على الابره، وبعد كده اقوم طالعه من ال7 مع بعض وقافله بسلسله في الاخر. دي اسمها بالانجلش اللي هي الباف ستيتش او الغرزه المنتفخه، اللي هي بنستخدمها في حاجات كتير قوي وشغل تاني كتير، ولكن انا بحبها قوي مع الورده دي بالذات. هنقفل ازاي المره دي؟ انا هقفل بطريقه مختلفه. انا مش هقفل من اول سلسله من ال3 سلاسل، لا انا هقفل في اول فراغ عندي، اللي هو اول سلسله عملتها بعد لما شديت الابره من تحت ال7 لفات اللي معايا. ليه؟ علشان اخلي كل فروع الورده جنب بعضها،
ما اخليش فيه فراغ في النص خالص، لا يبقى كله جنب بعضه كده. وده الشكل النهائي، بجد شكلها تحفة. طيب بعدين بعمل ايه؟ باخد سلسلة بعد لما بقفل بمنزلقة في اول فراغ، بعمل سلسلة واحدة كالعادة عشان اتأكد ان الخيط مش هيفك، وبعدين بقص بالمقص بالشكل ده. وطبعا كل الخيوط اللي بنقصها دي بنداريها بخيط بإبرة التنظيف زي ما اتعودنا برضو في الفيديو اللي فات. هنيجي على اللون التالت اللي معانا ونعمل عقدة بداية علشان نتأكد ان هو مش هيفك. ايوه. الخيط التاني ده ممكن نداريه ونشتغل عليه، يعني احنا في طريقتين للتنظيف، يا اما نداريه ونشتغل عليه، يا اما ننضفه بإبرة تنظيف في الاخر، وكل واحد براحته يعني عادي. انا اوقات بستخدم الطريقه دي واوقات بستخدم الطريقه دي. نيجي بقى للصف اللي بعد كده. الصفوف اللي بعد كده بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن غرز عمود او غرزه عمود غير مكتمله. في الاول بنعمل 3 سلاسل، ادي كده التالتة، وبناخد لفه معانا وندخل من نفس المكان بتاع ال3 سلاسل ونطلع من لفتين ونقف لحد هنا، وفي لفه هتفضل معانا على الابره، ونكرر تاني ناخد لفه وندخل من نفس المكان ونطلع من لفتين ونقف بقى لحد هنا. مش هنكمل ونطلع من لفتين، لا هيفضلوا كده، ونكرر العملية دي 4 مرات. طبعا احنا معانا اللفة بتاعة السلاسل هنعمل 3 لفات جنبها، يبقى كده أصبح معايا 4 لفات على الإبرة، هنطلع منهم كلهم مرة واحدة عشان تدينا الشكل ده. وبعدين هنعمل 2 سلسلة، وهنكرر نفس الحكاية في حرف الفي اللي جنبها على طول. هناخد لفة معانا وبعدين ندخل من تحت حرف الفي ونطلع من لفتين، وبعدين ناخد لفة وندخل من تحت حرف الفي تاني هو ونطلع من لفتين، وبعدين ناخد لفة، ونكرر الموضوع ده 4 مرات. يعني هنعمل 4 غرز في كل واحدة، بس 4 غرز ايه مش مكتملين، يعني بنطلع من 2 بس، وبعدين نطلع من ال4 مرة واحدة نعمل 2 سلسلة. هنفضل نكرر نفس الموضوع على كل الايه، على كل ال16 غرزة اللي عندنا. نعملها تاني مع بعض، ناخد لفة وبعدين ندخل من تحت حرف الفي ونطلع من 2، بعدين ناخد لفة وندخل تاني من نفس المكان ونطلع من 2، بعدين ناخد لفة ندخل من نفس المكان ونطلع من 2. أصبح كده معايا 4، معايا 3 أقصد، هاخد واحدة كمان كده بقى معايا 4. أطلع من ال4 كلهم. في ملحوظة صغيرة، هيبقى معايا 4 ومعايا اللي هي الايه اللفة اللي جاية من السلسلة، يعني 4 غير الأساسية اللي معايا. تمام عادي جدا. هنكمل مع بعض وبعدين نشوف الشكل الأخير عامل ازاي. هنا ابتدى يبان الشكل النهائي معايا، وكده بعد لما عملت في كل غرزة 4 زي ما احنا اتفقنا، وكده ابتدى الشكل الأساسي بتاع الوردة يبان، وفضل لنا الخطوة الأخيرة ان احنا نعمل عليها المربع. هنقفل ازاي؟ هنقفل بنفس الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت، مش في السلاسل ولكن في أول فراغ عندي. ليه؟ علشان يبقوا كلهم جنب بعض متناسقين، مفيش أي فروق خالص. وبعدين هنقص الخيط وننضفه برضو من ورا أو نشتغل عليه زي ما لسه قايلين من شوية. هنعمل عقدة بداية وندخل من اي فراغ عندنا، ولكن انا بفضل ادخل من اخر فراغ عشان ايه انضف الخيط معايا وانا شغالة، ولكن براحتنا يعني ممكن ننضف الخيط في الاخر زي ما قلنا. وبعدين هنعمل 3 سلاسل ونعمل عمود بلفتين، ادي كده لفتين، وهندخل من نفس الفراغ نطلع من 2 وبعدين نطلع من 2 وبعدين نطلع من 2. كده بقى معايا 2. هعمل واحد كمان عليهم، اطلع من 2 وبعدين 2 وبعدين 2، بعدين هعمل 2 سلسلة وهعمل 3 غرزة عمود بلفتين في نفس الفراغ برضو عشان دي الزاوية. ادي كده 2، فاضل لي واحد كمان، اهو كده الزاوية اتكونت معايا. بعدين هعمل سلسلة واحدة وبعدين هعمل 3 غرزة عمود بلفة واحدة بس، اللي هي اخد لفة على الابرة اطلع من 2 وبعدين من 2. دي كده الغرزة التانية، وبعدين لتالت مرة في نفس الفراغ غرزة عمود بلفة واحدة. بعدين هعمل سلسلة
وبرضو الفراغ اللي بعده 3 غرزة عمود بلفة واحدة. سلسلة واحدة واللي بعده نفس الكلام. يبقى كده احنا بنعمل زاوية وما بينهم 3 غرزة عمود بلفة واحدة، يعني 3 فراغات، كل فراغ فيه 3 غرزة عمود بلفة واحدة. هنشوف برضو مع بعض هنا في الفيديو. وبعدين سلسلة، يبقى كده أصبح عندي زاوية وما بينهم 3 في ال3 فراغات غرزة عمود بلفة واحدة. بعدهم أو بعد ما عملنا 3 غرزة عمود بلفة واحدة بنعمل في الزاوية اللي بعد كده 3 غرزة عمود بلفتين. أهو بعد ما عملت 3 غرزة عمود بلفتين هعمل 2 سلسلة، وبعدين في نفس الفراغ هعمل 3 غرزة عمود بلفتين. دي كده الغرزة التالتة في الزاوية التانية. هنعمل سلسلة، ودي الجزئية اللي أنا كنت بشرحها إن احنا عندنا زاويتين، ما بين الزاويتين في 3 فراغات، كل فراغ فيه 3 غرزة عمود بلفة واحدة. تمام. وبعدين هنكمل بنفس الطريقة. الفراغ اللي بعده هنعمل 3 غرزة عمود بلفة واحدة، 3، ونكمل بنفس الطريقة. ودلوقتي نيجي هنا بعد ما خلاص بنعمل آخر 3 غرزة عمود بلفة واحدة، 2، 3. وبعدين نعمل سلسلة واحدة وبس كده. يبقى المربع خلص معانا، باقي بس ان احنا نقفله. هوريكم دلوقتي ازاي. شكله تحفة، ممكن نعمله بلون واحد او بألوان مختلفة على حسب راحتنا. هنقص الخيط ونشده ونجيب إبرة تنظيف. هندخل الخيط من تحت أول سلسلة بالشكل ده، وبعدين ندخله في نص الغرزة اللي احنا طلعنا منها، فيها من نصها. ليه؟ عشان في الآخر يدينا حرف في ما يبانش ان هي مكان القفلة. وكده يبقى المربع خلص معانا. طبعا أي خيوط في الظهر هننضفها. وده كده الشكل النهائي. ألوان تحفة وشكله جميل، والميزة فيه ان احنا نقدر نعمله بلون واحد أو بأكتر من لون. كده احنا خلصنا فيديو النهارده. تسلم ايدكم مقدما، وما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتي، سايبه لكم اللينك بتاعها في البايو، هنزل عليها كل الشرح وكل حاجه جديده. وكمان بيج الانستجرام لاي اوردرات او استفسارات هنرد عليها ان شاء الله كلها على الانستجرام. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي.